السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده، كان عندي اول حاجة اطعام، بس طبعا انا كنت محضرة التتبيلة من قبلها بيوم، يعني متبلة البانيه قبلها بيوم. بس زي ما انتم عارفين بحب ان انا احضر كل حاجة معاكم. النهاردة اول مرة اخد وقت كبير كده في الاطعام في تحضيره. وعايزه اقول لكم بقى ان انا لقيت ماما كده على الساعه 12 او واحدة الظهر بتكلمني، بتقولي ان انا ولاد خالتي جايين وكده واخواتي، فكانت عايزاني اجيب لها حاجات وكده. بس بصراحه انا اتاخرت عليها جدا، يعني انا اتاخرت عليها، وانا فعلا النهارده اتاخرت في الاطعام. يعني النهارده ما شاء الله تبارك الله كان الاطعام كتير، كان الوجبات كتير اكتر من كل مره، فاخد معايا وقت. فعايزه اقول لكم بقى ان انا رحت لها متاخر جدا، رحت لقيت الناس هناك اصلا وهي اتصرفت بقى، مش عارفه ان انا كده كنت هتاخر. بعتذر طبعا على صوتي تقريبا دخله برد. حاسه بزوري وجعني شويه. امبارح لما كنت عند ماما وكده، فعمتي كانت تعبانه، فغالبا يعني ان انا اخدت منها تعب زورها. ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. بفكركم ما تنسوش اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا اشتركي دلوقتي. النهاردة بصراحة اليوم جميل جدا جدا جدا. انتم طبعا هتعيشوا معايا تفاصيل يومي، وقلت لازم اعرفكم على عيلتي. طبعا انتوا عارفين ان الاطعام دوت بيكون مشترك فيه كذا حد. انا مبسوطة جدا 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 ان انا الحمد لله رب العالمين ان انا يعني بكمل وقادرة ان انا اكمل، بمعنى ان انا اواظب يعني على الاطعام كل شهر. والحمد لله ناس كتير اللي هم يعني اشتركوا معايا من اول شهر، لا يعني مواظبين معايا. وكمان يعني بيزيد، يعني كل شوية حد بيدخل يشترك جديد. طبعا اللي بيشتركوا في الاطعام دول من معارفي بس، يعني اخواتي اصحابي كده، يعني مش حد غريب. طبعا لما بنزل لكم حاجة زي كده بكون بس للإفادة ان انتوا تعملوا كمان زيي. انا طبعا كنت اكيد واخده الفكره من حد بيعمل نفس الموضوع، فانا حابه زي ما اخدت الفكره من حد ان كمان حد ياخد الفكره مني، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا. وزي ما بقول لكم دايما مش لازم ان احنا نجيب حاجه كبيره، مش لازم حاجه كتير، لا اقل حاجه بتبقى احسن حاجه. اللهم بارك، بدأنا ب10 وجبات، دلوقتي ما شاء الله وصلت ل60 وجبه. انا اصلا مشتركه في كذا بيج على الفيسبوك. عايزه اقول لكم بشوف ناس بتعمل حاجات يعني بجد اول مره اشوفها. عايزه اقول لكم اني شفت واحده عامله شاي بلبن وبتوزعه، في حاجه كويسه جدا مش وحشه. هنا بقى كنت خلاص خلصت الحمد لله، وزوجي نزل وزع الوجبات. طبعا ما كانش ينفع خالص ان انا انزل معاه، لان انا زي ما قلت لكم ماما يعني زمانها هتموتني علشان الحاجات اللي هي كانت عاوزاها. هنا بقى خلاص وصلت عند شقة ماما، وهدخل اسمع لي كده كلمتين، يعني بقى ربنا يسترها بقى كده ويبقى اخف كده من اللي انا متوقعه. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. واكيد اتاخرت عليكم النهارده، انتوا بتاكلوا من غيري، يا نهاركم مش فايت النهارده. ازيك يا عماتو؟ حبيبتي عامله ايه؟ كويسه. انتوا بتاكلوا ايه؟ امي عامله لكم ايه النهارده؟ لا والله ده الخير يجي على قدوم الواردين. رز وبسله وملوخيه. ايه ده؟ تحطي ايه بس يا ماما؟ ومنى احنا مش عايزين ناكل غير لما تيجي المفروض. لا 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 على فكره مستنيني، ما هو باين ان انتوا مش هناكل. انتوا مش هتاكلوا. ازيك يا شريف عامل ايه؟ الحمد لله. والله ينفع كده جايين تسلموا عليا عند ماما؟ طب هنعمل ايه؟ طب ما احنا كنا هنموت. كنتوا هتموتوا؟ كنت انت اللي هتجينا مش احنا. بعد الشر عليك. والله العظيم كنت هتيجي. بعد الشر انت عند عادي في بتيجي. المجاورين. ايه يا هنود عامله ايه؟
كنت هتيجي تزورينا في كويسة؟ في المجاورين. تيجي تزورونا في المقابر يا هبه. لا بعد الشر عليك. عايزه اقول لكم هند دي بنت خالتي اصلا يوتيوبر اصلا. ايوه ماشي بس تقريبا يعني مكسله انها تنزل. خشوا بقى على القناه عندي. اللي هي ما بقتش تنزل فيها اقول لكم اصلا. بقى اعمل بقى الدعايه لنفسي يوميات هند نودي. خشوا بقى واشتركوا في القناه. يلا هرجع لكم تاني بقى بس لما اسلم. بصوا بقى ماما جريت بسرعه راحت حاطه لي بقى ايه حته لحمه وطبق رز وطبق شوربه. وهنا بقى ماما هو انا هاكل ايه؟ هاكل اللي اتبقى منكم؟ انت اللي جايه متاخر. ماما حطي لي ماما بسله وحطي لي ملوخيه يا ماما. عايزه اقول لكم بقى ان ماما كانت معتمده عليا النهارده ان انا اجيب لها. كان يعني هي كانت عامله حسابها النهارده انا جايبه لها امبارح لحمه، وكانت عامله حسابها ان انا يعني انا جبتها لها وعاملاها حسابها انها تعملها النهارده. فطبعا ابن خالتي بقى ومرات ابن خالتي وبنت خالتي جم عشان يسلموا علينا عشان جينا من العمره يعني وكده. انا مش عارفه فاتاخرت. استني يا ماما. اتاخرت عليها وهي كلمتني الصبح وقالت خد يا ماما. كلمتني الصبح وقالت لي قالت لي هاتيلي عشان في ناس جايين لنا. فانا الحمد لله كان عندنا النهارده اطعام وكده. فبصراحه ما خلصتش بدري، اول مره اخلصه متاخر كده. فهاكل بقى وارجع بقى ليكم تاني. وكمان في مفاجاه كده جايه دلوقتي هتشوفوها. ده شريف عبلان ده ابن خالتي يعني الوحيد يعني. ابن خالتي الوحيد. انا صديق احمد عز صديق احمد عز. اعرفكم بقى عليه. يلا يا شريف بقى سلم على جمهوري. كلنا حته امريكاني. نزلنا ارض فيصل وجايين نزور طبعا خالتي جايه من العمره وبنت خالتي ربنا وجايين يديها طبعا الصحة. نسلم عليهم. وكنا هنموت في الطريق واحنا جايين بعد الشر عليك. الحمد لله وربنا نجانا ومن عشان انا داعيه لكم عند الكعبه. خليكم حافظين وشي عشان شويه كده وهتلاقوني يوتيوبر جامد. بس انا مش عايز اعمل دلوقتي الحركات دي عشان ما بقاش شهره واخد الجو من بنت خالتي. ففاصل ونعود واليه نعود. يا جماعه انا بوعدكم هنكمل اليوم مع بعض كلنا وهتشوفوا بقى احلى بقى جو هتشوفوه دلوقتي. يلا هرجع لكم تاني. يلا بقى رجعت لكم تاني واحنا بنشربهم البيبسي. بيبسي. ما تمليش يا هند الكوبايه قوي. لا ما انا بصي بخليها تنزل افضحينا بقى. انا ده بتكسف اديها لحد ودعتي لي ماما بتوزع الهدايا وعماله تقول انا جبت وانا المين فرحانه وجبت بالمسك قوي، بحب المسك ده قوي. انا ده انا والله يا هند انا بعت لخالتي واحده من نسيت اجيبها لك. استنى اخش اجيبها لك. انا عامله حسابها. عشان هي يعني بتحبها. لا انا عامله حسابها بس انا جبت لكم انتوا بقى حاجاتكم بس ما جبتهاش. ما جبتش لهند برضه الخالتي. كانت قبل ميرفت بعتلي ازازه ليها برضه بتقول لي بصي والله بتحب الحاجات دي قوي. يا هند بقولك ما تمديش على يا الاخر. بنتي لا مش هتفر والله. المهم خالتي اللي ما جابتلوش جلابيه ده صحه وبتاع. ربنا يرضيك يا خالتي. اصب هنا كمان يا خالتي. هنا دول. ماما جايبه انت حاطه الكوبايات الكبيره اللي يا هند ماما جايبه لخالتي جلابيه تحفه. جميله شفتيها؟ حلوه قوي. وماجده جبنا لها جلابيه ما عجبتهاش قالت لا رجعوها. جبنا جلابيه تانية غيرها وقالت لا انا عايزه هاتوا لي واحده احلى من كده. بس لا شكلها جميل والله. الف سلامه عليك يا عمتي. كبير ونوع الحلو. الف سلامه عليك. هم كانوا جايبين قبل ما تروحوا المره الجايه ان شاء الله. يلا بقى نشرب البيبسي كده بقى وارجع لكم تاني يكون بقى بقيت الناس احنا جم. بنشرب بيبسي. عايزه تصوري انت تشربي بيبسي؟ صورينا احنا بنشرب البيبسي كمان. حاجه جايه من مكان جبته. ازيك يا عماتو؟ منورين. ده انت اللي منوره يا جميله. ده انت اللي منوره يا عسل. حجوجاتنا يا حجوجه يا جميله. طب قلبي. هي احلام اختي بقى دي اعرفكم عليها اهي. انا زي الفل. انت زي الفل. انت كده حلوه صح؟ ربنا يخليكي لنا حبيبتي. منوره اليوتيوب يا احلام. ميرسي يا حبيبتي. ده منوره اليوتيوب والتليجرام والتيك توك والتليجراف بص بقى حنان اختي لا لا مؤدبه متربيه. ده كده جايه بقى تبارك لي انا وماما وانا المشهوره على بتاعت الفيديوهات وممكن اعلن على القناه بتاعتي. الحمد لله
هناك بس بقى انت بقى عندها القناه بتاعتها والله حلوانة اوعى. وتتحفينا بطبخاتك. انا ناوي ارجع لكم ان شاء الله باحدث فيديوهاتي. لا طب شريف مش عاوز يقول حاجه حضرته. وجوز اختي هو بيتفرج عليكم بقى. جوز اختي بقى بص هو شيخ بس والله العظيم يعني طول ما انتوا قاعدين تضحكوا بقى يفضل بقى يضحكوا انا مصدوم فيها. يا مستر مستر محمود اتفضل. انا صحيح متجوز من دول بس ما لكمش ريشه ولا انت تقصد ايه؟ انت تقصد ايه؟ ده شرف كان نفسي اكون من زمان. واطول يا ابي مش عايز يخلص من دول. بقيت ممبر من عبلان. سيبكم انتوا والله. سيبكم انتوا والله. بصوا زي حمودي عمتي بقى دي نورت الدنيا كلها. دي حبيبتي والله. بركة العيلة. انا اول مره اجي هنا ماشي عشان اسلم عليها ماشي. قولي لا عمته دي حبيبتي حبيبتي قوي يا عمته والله قلبي والله قلبي وكنت وحشاني. ربنا يخليكي وتفرحي بيهم يا رب. ويطمنا عليك يا حبيبه قلبي. وتفرح بيا. افرح بيك. دوروا له على عروسه يا جماعه. انا موافقه جوزي يتجوز. احنا بنناشد دلوقتي يا جماعه ان احنا بندور استنى بس. على عروسه لابي محمود. يا ريت بقرب فرصه يا جماعه اللي يلاقي عروسه لجوزي انا ممكن اديله تليفون يتواصل معايا. انا ما عنديش اي مشكله. ازيك يا ماما؟ انت المره اللي فاتت يعني المقطع الاولاني انت قمتي كده وما اتكلمناش. عامله ايه؟ انت لسه زعلانه مني يا ماما عشان النهارده اتاخرت عليكم وما جبتلكيش الحاجات اللي انت عايزاها؟ ها؟ طب ايه؟ لو كنت اتكلت عليكي بقى كنت اعمل ايه في الدنيا؟ ايه؟ كنت اعمل ايه في الدنيا؟ اتكلت عليكي. كده ما انت عايزه تقولي ان انا ما حدش يتكل عليا؟ محمد اخوها. امال انا مين؟ ما يعتمدش عليه. امال انا مين؟ تعالي طالعه له. ايه يا عمتي؟ تعالي طالعه له. حبيبتي ربنا يشفيك. مش عايزين نجيب في سيره حد زي محمد اخوها. مش عايزين نجيب سيره حد. المهم يا تيتا الحمد لله على السلامه يا تيتا. يا بنتي وإن شاء استني الله استني يا بنتي. عودة تاني يا تيتا وتروحي تاني مرات ومرات ان شاء الله. يعني يا ماما بص انت مش يعني انت لسه زعلانه مني؟ طب مش هتصالحيني؟ لا. ليه؟ طب انا هقوم امشي يا ماما عشان انت زعلانه مني. انا ايه انا جايه معاكي. ده هتمشي كلنا نمشي ورا بعضينا ولا ايه؟ لا في يلا بقى اعرفكم كمان بقى على احلام بقى بس عن قريب. عامله ايه يا احلام؟ الحمد لله يا هبوط. انت اختي الكبيره صح؟ حبيبه قلبي. لا ما طب أعتقدش. يعني أنا ينفع اللي انت صغيرة. بتعملي ده؟ لا ما ينفع ايه ماما. ينفع ايه ده؟ ينفع ونص واثنين وثلاثه كمان. يا هبه. نعم. يا هبه يا حبيبتي انا فرحانه ليكي قوي ان ربنا هداك. ربنا هداكي كده وطلعتي عمره ويا رب كده ربنا يكملك كده بعقلك على طول وما ترجعيش تتجنني تاني. انا عايزاكي عقل يا هبه. فهي عمره مقبوله ان شاء الله يا حبيبتي. بس المهم دعيتيلي ولا لا؟ ده دعيت لك. والله عارفه دعيت لك بيه. ربنا يهديك يا احلام يا اختي. فعلا بالفعل انا هديت. يعني انا بقول ايه ده؟ انا مستغربانه. دعواتي وصلتك؟ استجابت منك يا هبه. ماشي يا احلام. حبيبتي عايزه حاجه؟ حبيبتي عقبال ما نطلع انا وانت ان شاء الله. لا هنطلع طبعا هنطلع ان شاء الله. هنطلع عمره وهنبقى. زي الفل. طب وهتضحكيني هناك مش هتبوظي لي عمرتي؟ يا ماما ده انا هبقى في دنيا تانية يا حبيبتي. لا ده انا عندي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اقدرش ان انا ابقى كده. لا هناك هبقى حد تاني. هبقى حد تاني هناك. مش مصدقاني؟ يا جماعه على فكره دي طريقه احلام اختي بجد. يعني ما تقولوش ان هي بتمثل او كده. هي بتتكلم بالطريقه ديت وهو ده اسلوبها اصلا. هو ده اسلوبي. اسلوب حياتي. لا انت كده هزرتي. لا اتكلمي حاجه. اسلوب حياتي يا عين. مريت بكتير. عايزه تقولي لي ايه يا هبه؟ ده ارد عليك. عايزه اقول لك ربنا يهديكي يا اختي. تعيشي يا حبيبتي والله العظيم هاديه وجميله ووديعه. انت ايه اللي مش عاجبك فيا؟ لا انت حبيبتي انت كلك حاجه عجباني فيك. انت زي الفل. انا ست ايه؟ تعديت ال 63 من عمري. لكن بفضل الله
الحمد لله بحس بشباب، بحس جوايا ان انا لسه صغيره. ما شاء الله. عندي حاجه و20 حاجه و30 كده. فالسن دوت مش يعني كده يعني اقول ده انت إيه؟ محسسه ان احنا قاعدين بنعمل ريفيو. فليكن ما يكون يعني. الحمد لله يا رب العالمين، هذا من فضل ربي. والله. ماشي يا اختي حبيبتي. مبروك عليك يا هبه العمره. عقبال. عقبال العوده حبيبتي، بس تكون انا وانت بقى ان شاء الله. ان شاء الله عشان نروح نخربها. نروح بقى كده ان شاء الله تطلع عمرة بس الحمد لله على السلامة بقى. يا اختي جميله يا حلوه. جميله والنبي يا ماما الكيس حل يا حبايبي. انزلي معايا ليلي. خلاص بقى يا امارات انا روحت. وبصوا بقى عايزه اقول لكم، شايفين الدنيا مقلوبه قلبا النهارده، ما عملتش اي حاجه في البيت خالص. ماشي، عايزه اقول لكم بصوا الدنيا بايظه خالص، ولا اي حاجه فيها معدوله. حتى الغرفه جوه بصوا يعني كله على بعضه، مفيش اي حاجه على حالها. طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم في الاول انا ايه، عملت الاطعام النهارده. ف عايزه اقول لكم بصوا حتى المطبخ انا ما جيتش جنب اي حاجه. رحت قضيت كده يوم جميل عند ماما مع ولاد خالتي واخواتي. شوفوا ما عملتش اي حاجه، خلصت الاطعام ورحت جري على طول على ايه، على ماما. ف هستعين كده بالله. وحتى بصوا ولادي كل حاجه سايبينها، يعني عصير وشوكولاته اي حاجه. زي ما بقول لكم كده هستعين كده بالله واقوم كده. يعني مش هينفع ان انا استنى لبكره بالمنظر ده. بصوا مفيش اي حاجه على حالها، لا مش هستنى لبكره، دلوقتي همسك الدنيا دي اظبطها بس. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. تصبحوا على خير.